السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين وأصدقاء المهنة، أهلا بكم. النهارده هنتكلم عن القيادة، leadership بيسموها بالإنجليزي. إيه هي القيادة؟ القيادة مش مسمى وظيفي ومش بوزيشن ومش وظيفة، لا القيادة حالة. يعني إيه القيادة؟ هنتكلم النهارده عن إيه القيادة وإيه القادة ومميزات القادة وتعمل عشان تبقى قائد. ممكن آخدها على فيديو أو 2 فيديو بعد كده، يعني حلقتين مش مشكلة. أول حاجة القيادة زي ما قلنا هي حالة، هي حالة من التأثير في الناس، التأثير الإيجابي. بتقود الناس دي بتأثيرك الإيجابي ده، بتتدخل معاهم وبتحقق الأهداف المطلوبة للشركة. يعني خطوات من التأثير في الناس وتوفير بيئة عمل مناسبة لتحقيق أهداف الشركة أو العمل بصفة عامة. يعني طب كلمة القائد يعني إيه؟ القادة هم اللي بيتعلموا باستمرار، دي صفاتهم. دايما بيتعلموا، دايما يقرا جديد، يشوف في مجاله، يبحث. ودي وظيفتك كإنسان على فكرة، احنا أمرنا بالتعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اطلب العلم من المهد إلى اللحد. يعني طول ما أنت عايش تتعلم، لو فكرت إنك أنت وصلت لمرحلة التعلم الكامل يبقى أنت كده لا. في واحد من الفلاسفة بيقول لك أنا كلما ازددت علما كلما أحسست أن أنا ازددت جهلا. فدايما تتعلم. القادة بيتعلموا باستمرار. القادة دايما بيقروا كتير ويسمعوا ويراقبوا. في حاجة بتقول لك لن تكون متحدث جيد إلا إذا كنت مستمع جيد. يبقى أنت كقائد لازم تكون بتقرأ، تستمع جيدا وتراقب، ويبقى معاك دايما حالة بيسموها الوحدة مع الناس، أو إنك أنت تبقى involved with the people، إنك أنت متوحد مع الفريق اللي معاك، إنك أنت بتدي كل واحد حقه من المدح أو من التوجيه أو من الإرشاد. كمان القادة دايما يكون عندهم موقف إيجابي، دايما واخدين موقف إيجابي من الحياة، وعندهم فكرة كويسة عن نفسهم، عنده ثقة بنفسه، وعنده موقف إيجابي تجاه نفسه، وعنده أهداف بيبدأ يحطها ويسير عليها. قال لك ليس كل من له رؤية قائد، ولكن كل قائد لابد أن تكون له رؤية. لازم يكون عندك رؤية في الحياة، لازم يكون عندك تخطيط. والرؤية دي بتيجي من إيه؟ لأنك أنت دايما يبقى عندك فكرة. الفكرة دي تتحول إلى تخطيط. عندك فكرة زي مثلا حد يقول فكرة نفتح مطعم، يبدأ يفكر فيه كتير ويبدأ يخطط للموضوع ده، وبعد كده يبدأ ياخد الأكشن للتخطيط اللي هو عمله. هي دي فكرة القادة. طيب القادة بقى مع الناس لازم تكون إيه؟ لازم تكون دايما تسعى لتأثير في الناس بشكل إيجابي زي ما قلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالقائد كمان لازم يكون محبوب. قال لك أنت مش هتقدر تقود ناس إلا إذا كنت بتحبهم ويحبوك. ده يجي إزاي؟ ده يجي باللي إحنا قلنا عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ ولو كنت فظا، ربنا قال في القرآن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تمام؟ وربنا قال في القرآن إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. المؤمن يؤلف ويألف. يعني أنت دايما لازم يكون لك تأثير على الناس اللي حواليك بشكل إيجابي. لازم يكون شايفين فيك القدوة، لازم يكون شايفين فيك أنت إيه؟ أنت المثل الأعلى ليهم في كل حاجة بقى. ده النهارده بنتكلم على القيادة وفكرة القائد وصفات القائد. إن شاء الله في الفيديو اللي جاي هنكمل الموضوع عشان خاطر ما يبقاش الفيديو طويل زي ما مننا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وشير. شكرا، مع السلامه.